السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي 2 وطلائع الجيش 1. هي دي النتيجة. بعد ما الجيش تقدم الأهلي تعادل وكسب، لكن فوز بالموت، فوز بطلوع الروح، فوز بشق الأنفس، فوز ملوش فرحة، فوز ما فيهوش جدارة. مش ده أبدا النادي الأهلي. لولا البراعة الفائقة المتناهية العظيمة للحارس كابتن الفريق محمد الشناوي ما كانش الأهلي أبدا طلع متعادل، كان طلع خسران بنسبة 100%. ربنا يبارك لك يا شناوي. ولولا لمستين لأجاي الاتنين قدام المرمى مباشرة، واحدة براسه وواحدة برجله، كان الأهلي برضه طلع خسران أو متعادل، لكن من غير لف ولا دوران. الأهلي محتاج شغل كتير كتير كتير، مش مسألة إرهاق أبدا. انت بترتاح وبرضه الأداء سيء للغاية. لولا النهاردة إن الأهلي كسب كان كل الدنيا قالت الحقيقة، لكن أنا خايف قوي إن الفوز ده ينسي الناس الحقيقة ويضيع فرص الإصلاح في النادي الأهلي. الأهلي محتاج شغل، وبقولها بصوت عالي دلوقتي وضد رغبة ناس كتير. اللي بقوله دلوقتي ضد رغبة ناس كتير من الأهلاوية مش من بره. مروان محسن أحسن راس حربة في النادي الأهلي بجدارة. فرق بينه وبين بواليا ابو 2 مليون دولار سما وأرض. علشان مروان يقعد وبواليا ده يلعب؟ لا، يبقى احنا فعلا 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 بنأذي نفسنا بإيدينا. يبقى أنا بأذي فريقي بإيدي. الجمهور السيء اللي عمل الحملة على مروان محسن وانتهت ان هو قاعد بره على الدكة واللي أقل منه بيلعب، أدي النتيجة. إنما خلينا بقى نروح للأخطاء والكوارث اللي بيعيشها النادي الأهلي واللي شفناها في ماتش سيمبا التنزاني واتكررت النهاردة. اوعى تفتكر عشان الأهلي فاز 2-1 انها ما اتكررتش. طلائع الجيش عنده 3 انفرادات تامة، 3 انفرادات تامة، انفرادات تامة. الشناوي ربنا يبارك له أنقذ 3 انفرادات غير طبيعية، غير طبيعية، غير الفرص السهلة اللي راحت من طلائع الجيش. النادي الأهلي بيعاني بشكل غير طبيعي، وبقولها أهو وتكالي على الله. فرص النادي الأهلي في الفوز بالبطولات الموسم ده قليلة. فرص الأهلي قليلة بالأداء اللي انتوا شايفينه ده، باللعيبة اللي انتوا شايفينها دي، بالجهاز الفني اللي انتوا شايفينه ده. لما يبقى في تشكيلة النادي الأهلي الأساسية ويكملوا لغاية آخر الماتش من غير ما يتغيروا لاعبين عالة على الفريق، يبقى عيب. يبقى مش ده النادي الأهلي، يبقى النادي الأهلي يدور على فريق تاني ولا على حاجة تانية. لاعبين عالة، لاعبين ما يلعبوش مطلقا في الدوري الممتاز لكرة القدم، ولا سيراميكا ولا دجلة ولا أي حد. والنادي الأهلي بيلعبوا أساسيين وما بيتغيروش. كمان المدرب اللي قاعد بره مش شايف انهم يتغيروا. شيء لا يمكن حد يصدقه. عموما الأهلي بقيمته، بتاريخه، بميزانيته، بجمهوره مش عارف يجيب لاعبين كويسين علشان يملى الأماكن. وللأسف في لاعبين أفضل من العالة قاعدين بره والمدرب مش شايف أو مش عارف، والاتنين ألعن من بعض. أقول لكم 3 جوان الأول وبعد كده نتكلم على الكوارث. النهاردة يوم الكوارث. الأهلي كسب بس يوم كوارث. الأهلي كان خسران من المقاولين 2-0 وكسب 3-2، بس كان أفضل من النهاردة مليون مرة. المقاولين يومها راح للجول مرتين وجاب جولين، النهاردة الجيش راح للجول 7 مرات وجاب جول واحد بس. الجول الأولاني في الدقيقة 26 غلطة لا تغتفر من جونيور أجاييه في وسط الملعب. وانت راجع
ووشك لجولك وانت راجع ووشك لجولك وعايز تعمل تمريرة لورا، لازم تعمل تمريرة سهلة للاعب لوحده من فريقك. ما تديش تمريرة صعبة ومعقربة لزميلك اللي تحت ضغط. كانت النتيجة ان لاعب الجيش خدها لوحده خالص وراح هينفرد، جاي عرقله من ورا، كان الفاول والانذار، والفاول اتشاط محمد سمير من فوق الحيطة. حلوة قوي قوي قوي، جول جميل جدا. رغم ان الاهلي ما كانش موجود في الملعب في اول نص ساعة خالص، لكن اتعادل بسرعة في الدقيقة 32، والتعادل السريع خلى الماتش حي بدل ما طلائع الجيش كان يقتله. خلى الماتش حي. كرة بره ال 18 لقفشة، لعبها بإتقان على راس جونيور أجاي، حولها بمنتهى الإتقان وضعيفة. علشان نقول للعيبة، علشان نقول للمهاجمين، لما تبقى قريب قوي من الجول ما تشوتش بقوة. ايه لازمة ان انا احط صاروخ فوق وانا اقدر العبها ضعيفة وتيجي جول زي ما أجاي عمل؟ أجاي كل اللي عمله انه حطها بعيدة عن ايد الجول، بس كرة براسه ضعيفة قوي، بس بعيدة قوي عن ايد الجول، راحت تك 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 ماشية تاتا تاتا لغاية ما دخلت. عشان البهوات المهاجمين بواليا وامثاله اللي كل هدفه انه يشوط دانا في دانا في دانا في دانا، لا مش كرة القدم كده. كرة القدم لما تكون قريب من الجول تركز وتحط بدقة. واديكوا شفتوا ده جول التعادل، جول الفوز في زائد 92. وخلاص بعد ما الكل يأس ان الاهلي استحالة يكسب، اللاعب ستيفن، الحقيقة هذا اللاعب كان خطأ ضخم جدا من الجهاز الفني لطلائع الجيش اشراكه، لان هذا اللاعب عالة بمعنى الكلمة، اللاعب الاجنبي ده، وجات له الكرة لوحده تماما بره ال 18، بره ال 18 بتاعت فريقه، تباطأ ومعرفش يسيطر على الكرة، ضاعت. لو شاطها لو شلتها مش شاطها في اي حتة خلصت، الماتش بيخلص. لكن لحسن حظ النادي الاهلي ان هو تباطأ وفشل انه يسيطر عليها، خطفها منه أجاييه الى طاهر محمد طاهر احسن الانطلاق بيها وعمل كرة عرضية خطيرة على الارض، اي حد من زمايله يجيب جول. الجول محمد بسام راح لها صح، بس خبطت فيه وارتفعت، فلما خبطت فيه وارتفعت طلع لها بواليا مع مدافع، الاتنين طالعين غلط، فالكرة ارتدت منهم لورا مش ناحية الجول. أجاييه اللي كان خطف الكرة وكان مررها لطاهر كان هو اللي مكمل ولمسها وغمسها جوه الجول. جول جميل. الجول الاولاني بتاع النادي الاهلي الفيديو قاعد يفحص فيه دقيقتين، نفسه يفتش على تسلل على أجاييه، مفيش تسلل. الجول التاني بتاع النادي الاهلي الفيديو قاعد يفحص فيه دقيقتين برضه، نفسه يفتش على فاول على النادي الاهلي، ما لقاش. الاهلي ليه بينالتي مليار المية، لمسة يد على المدافع من كرة برضه الأجاييه، الحكم طبعا ما حسبهاش والفيديو ما راجعهاش. قلت لكم قبل كده وبكرر، وانا يعني الحقيقه ما بقولش حاجه غير وانا متاكد منها. الفيديو ده يا جماعه تبع ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وبيشتغل ضد النادي الاهلي، بس مش هيحسب لكم اي حاجه، ده يلغي لكم. يعني كان امنيه حياته انه يلغي الجول الاولاني او يلغي الجول الثاني. اللعبه دي لو على النادي الاهلي هتتحسب ومحدش هيعترض، وهتبقى بينالتي صحيحه، والنادي الاهلي مش هيقدر ينطق ومش هيقدر يقول اتظلمت، لان البينالتي صحيحه. انما لما بتبقى للنادي الاهلي ما بتتحسبش. 10 بينالتي السنه دي للاهلي، فاهلي الفريق الوحيد في الدوري كله اللي ما اتحسبلوش غير بينالتي واحد. ومجلس اداره النادي الاهلي هادي وطيب، زي ما هقول لكم على المدير الفني الهادي والطيب. انما النهارده كل حاجه في الاهلي غلط. فريق لا فيه سرعه ولا فيه ضغط ولا فيه تركيز ولا فيه جديه ولا فيه اهتمام ولا فيه تمرير ولا حاجه. مش ده ابدا النادي الاهلي اللي يسعدك وتبقى انت مستني ماتشه علشان تفرح وتقضي ليلتك جميله. انما من غير لف ولا دوران الاهلي بيهبط. الاهلي
بيهبط بانتظام بانتظام، واللي جاي هيبقى أسوأ لو الأمور ما تصلحتش بسرعة شديدة. كل حاجة في الأهلي بتهبط. مش ده أبدا الفريق بطل أفريقيا، ومش ده أبدا الفريق بطل الدوري العام ولا بطل كأس. إنما لما تبقى سرعة اللاعبين في النادي الأهلي صفر، يبقى أنت بتلعب في الثلاثينات أو الأربعينات، مش في الألفية خالص. لما كل السباقات اللي بين لاعب الأهلي ولاعب الجيش، لما كل ألعاب الالتحام اللي عايزة سرعة كله بيخلص لصالح الجيش، يبقى ده ما ينفعش. لما النادي الأهلي كله ما عندوش غير لاعب واحد سريع قوي اللي هو محمد طاهر، اللي أساسا قاعد احتياطي تقريبا 3/4 الماتش أو أكتر، ما ينفعش. مش ده النادي الأهلي. النادي الأهلي فريق السرعة. النادي الأهلي كان عنده مصطفى عبده أسرع لاعب في تاريخ مصر. النادي الأهلي طول عمره مهاجمينه بيتميزوا بالسرعة. الأهلي محمد بركات ما كانش حد يعرف يحصله. النادي الأهلي طول عمره فريق عنده مهاجمين وعنده سرعات غير طبيعية. النادي الأهلي النهاردة ما عندوش سرعات على الإطلاق. واحد من أبطأ الفرق في مصر النهاردة، لما تلاقي طلائع الجيش أسرع من الأهلي في كل حاجة تحزن إن ده النادي الأهلي. عموما العنصر اللي ضايع من الأهلي كمان أكتر من السرعة المغامرة أو المخاطرة. لعيبة بتلعب كلها مش عايزة تخاطر. كل لاعب بتجيله الكرة بيرجع الكرة لورا للأمان. كل كرة لورا لغاية ما بقت التمريرات اللي لورا غلط، ومنها جال الجول بتاع طلائع الجيش من تمريرة أجاي الكارثية. قلت لكم ان في لاعبين في النادي الاهلي على فريق النادي الاهلي. اعتقدنا كلنا بعد الكارثة الفنية والمهارية وفي الاداء وفي النتيجة في مباراة سيمبا في دار السلام في تنزانيا في دوري ابطال افريقيا ان الاهلي هيتحسن، وان الاهلي هيفوق، وان الاهلي هيبدأ بقى هجوم من اول الماتش وضغط من اول الماتش ويستعيد كلمته ويستعيد مكانته. ولا حاجة من اللي توقعناها حصلت، ولا حاجة على الإطلاق. نفس الفريق، نفس البطيء، نفس الإهمال، نفس التمريرات الغلط، عدد المهاجمين قليل. لا، انت ما جبتش الجول التاني غير لأن عندك مهاجمين كتير جوه ال 18. خلاص بتلعب في الوقت بدل الضايع. ليه ما تبدأش الماتش كده؟ ليه ما تبدأش الماتش بالجدية والرجولة والإصرار انك تكسب؟ ليه دايما النهاردة لما تتفرج على أول 90 ثانية من الماتش، 90 ثانية يعني دقيقة ونص، الأهلي كان معاه ضربة البداية. خدوا بالكم، الأهلي هو اللي معاه ضربة البداية. 90 ثانية الأهلي ما عداش بالكرة منطقة خط الوسط. يعني الأهلي بيلعب 90 ثانية في نص ملعبه وهو اللي معاه الكرة ومش عايز يعدي، مش عايز يلعب كرة لقدام. بينما طلائع الجيش لما عمل هو خد ضربة البداية في الشوط الثاني، أول لعبة اتلعبت طويلة عند الشناوي. النادي الأهلي فيه مشكلة كبيرة أوي 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 أوي، أكبر مما يتخيل أي حد. النادي الأهلي بقى دلوقتي فريق بطيء لدرجة تثير الملل. شخصية المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني شخصية هادية أوي وطيبة قوي وناعمة قوي ونايمة قوي، وده كله انطبع على اللاعبين. اللي حتى اعتراضاتهم مش قوية، زيهم زي مدربهم ما بيعترضش. حتى مطالبتهم بحقوقهم. النهاردة عمرو جمال طلع وبكوعه في وش أيمن أشرف، خد إنذار. عمرو السولية راح للحكم في ساعتها قال له يا كابتن انت في لعبة زي دي طردتني في ماتش بيراميدز السنة اللي فاتت، ليه ما طردتوش؟ روح شوف في الفار. ما رضاش يروح الفار. فريق طيب، مجلس إدارة طيب ما بيعترضش على حكام، مدرب طيب، لعيبة بقوا طيبين زي المدرب، فرقة بقت نايمة كده. النادي الأهلي رايح في طريق مش صح. النادي الأهلي ماشي في طريق مش صح على الإطلاق. لما تتفرج النهاردة على أول نص ساعة في الماتش 30 دقيقة تعتقد أن الفريق اللي لابس أبيض هو البطل، لأن هو اللي معاه الكرة، هو اللي بيهاجم، هو اللي بيضغط،
هو اللي بيفتح لعب، وهو اللي ليه فرص، وهو اللي جايب جول. والفريق اللي لابس احمر ده فريق ضعيف بيتمنى انه يطلع تعادل، اللي هو الاهلي. وصلنا للحالة دي. الحقيقة النادي الاهلي النهاردة طلع كسبان، بس ما تقدرش تقول اي حاجة غير ان الاهلي طلع كسبان. ما كسبش، لا، طلع كسبان. كل حاجة في النادي الاهلي محتاجة تتصلح، لولا البراعة الرائعة العظيمة لمحمد الشناوي حارس المرمى. النهاردة من فضل الله انفرادات تامة. الانفرادات اللي حصلت ضد الاهلي النهاردة في ماتش طلائع الجيش، بس عشان تعرفوا الماتش ده قد ايه سيء، ما حصلتش في اخر 10 ماتشات. اخر 10 ماتشات للنادي الاهلي في الدوري وفي كاس اندية العالم وفي كاس مصر وفي الدوري ابطال افريقيا ما حصلتش الانفرادات مجموع ال10 ماتشات قد اللي حصلت النهارده بس في ماتش طلائع الجيش. لان الاخ موسيماني عامل تشكيله فيها لاعبين عالة على الفرقه، لان الاخ موسيماني مش معترف يعني ايه سرعه، مش معترف يعني ايه ضغط على منافس، مش معترف انك تهاجم وبتروح ب7 8 لاعبين عشان تجيب جول. الاهلي محظوظ قوي النهارده انه طلع كسبان. واللي زود كمان حظه ان فريق طلائع الجيش في الشوط الثاني لعب دفاع غير طريقته. انما لو طلائع الجيش كمل الشوط الثاني بنفس القوه اللي بدأ بيها المباراه كانت الدنيا اتغيرت. كلكم شفتوا محمد سمير وهو بيتلاعب باي حد في النادي الاهلي رايح له. اي حد رايح في النادي الاهلي لمحمد سمير بيتلاعب بيه. هذا اللاعب الموهوب السريع صاحب الهدف كان يتمنى ينضم للنادي الاهلي ولا يزال يتمنى ينضم للنادي الاهلي، بس انت تدفع 2 مليون دولار في والتر بواليا اللي شغلته ينطح الكوره ويقع في التسلل. وطاب مساءه.